التسوية الجماعية في إسبانيا ليست مجرد خبر عابر، بل فرصة حقيقية لآلاف الأشخاص، وفي الوقت نفسه قد تتحول إلى خيبة أمل إذا أسيء فهمها أو أسيء التعامل معها. في هذا الفيديو لن نبالغ ولن نروج للأوهام، بل سنشرح بدقة ووضوح ما هي التسوية الجماعية، ما شروطها الحقيقية، وما الأخطاء القاتلة التي قد تحرمك منها دون أن تشعر. والأهم من كل هذا، من هم الأشخاص الغير المستفيدين منها نهائياً. تابع معي هذا الفيديو حتى النهاية، وطلب وحيد مني لكم: ادعم هذا الفيديو بلايك وتعليق ليستفيد الجميع. أول سؤال سنجيب عنه: ما هي التسوية الجماعية؟ فالتسوية في إسبانيا هي إجراء استثنائي وقانوني تصادق عليه الحكومة عبر مرسوم ملكي لتنظيم وضعية مئات الآلاف من المهاجرين الغير النظاميين والمقيمين فعليا في إسبانيا، حيث تهدف إلى منحهم تصاريح الإقامة والحق في العمل القانوني لمدة عام قابلة للتجديد مقابل شروط محددة وجد صارمة. والحكومة حددت 27 يناير 2026 كتاريخ للمصادقة في مجلس الوزراء، معلنة رسميا بدء إجراءات لتسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر قبل 30 يونيو 2026. والسبب كان مزدوجا وحاسما: من جهة احتياج إسبانيا الملح لليد العاملة في قطاعات تعاني نقصا حادا مثل الزراعة، البناء، الضيافة، رعاية المسنين. وثانياً الضغط الاجتماعي والحقوقي لتنظيم أوضاع أشخاص يعيشون في إسبانيا منذ سنوات. هذا السؤال هو الأكثر أهمية: ما هي الشروط الأساسية للتسوية الجماعية في إسبانيا والأخطاء القاتلة؟ فالتسوية في سنة 2026 تقوم على شروط أساسية وصارمة كما ذكرت، وأي خطأ صغير فيها يمكن أن يقصي آلاف الملفات من البداية دون رحمة. أهم شرط هو أن يكون المهاجر متواجدا داخل التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025، وأي دخول بعد هذا التاريخ ولو حتى بيوم واحد يعني الخروج التلقائي من دائرة الاستفادة مهما كانت باقي الظروف قوية. إضافة إلى ذلك يجب إثبات إقامة فعلية لا تقل عن 5 أشهر داخل إسبانيا قبل تاريخ تقديم الطلب، وليس مجرد المرور أو السياحة، وقادراً على إثبات هذا الوجود بوثائق رسمية أو شبه رسمية مثل التسجيل البلدي، شهادة السكن، أو بدائل قوية مثل التقارير الطبية، فواتير الماء والكهرباء، عقود الكراء، أو إيصالات التحويلات المالية من إسبانيا إلى المغرب أو من إسبانيا إلى الجزائر، والتي تحمل الاسم والتاريخ والعنوان داخل إسبانيا. كما يشترط أن لا يكون للمتقدم سوابق جنائية خطيرة، وهذه هي النقطة الأهم في إسبانيا أي بلد كانت، وألا يكون موضوع قرار طرد لأسباب أمنية، لأن أي سوابق جنائية مثبتة كفيلة برفض الطلب مباشرة حتى لو استوفى باقي الشروط الزمنية والإدارية. وأن يبرهن على حد أدنى من الاندماج في المجتمع الإسباني، سواء عبر علاقات أسرية أو عرض عمل أو نشاط مهني سابق أو شهادات مدرسية للأبناء أو أي وثيقة رسمية تظهر أن الشخص كان حاضراً فعلياً داخل البلاد. أما الأخطاء القاتلة والتي تسقط عشرات الآلاف من الملفات تتكرر دائماً، وأبرزها تقديم تواريخ دخول أو خروج غير منسجمة مع الختم الموجود في الجواز أو ملف الشرطة، الاعتماد على شهادات سكن مزورة أو قديمة لا تغطي فترة 5 أشهر، غياب أي دليل مادي على الإقامة بالنسبة لمن عاشوا أشباحاً إدارياً، وعدم الانتباه لوجود حكم أو ملف جنحي بسيط غير مصفى في السجل الجنائي، وهي أخطاء وصفها محامون متخصصون بأنها السبب الرئيسي في رفض نسب ضخمة من طلبات الأجانب في السنوات الأخيرة. فهناك من سيتساءل: وماذا عن الأشخاص الذين دخلوا إلى إسبانيا عن طريق التأشيرة ثم تجاوزوا مدة الإقامة؟ هل يجب عليهم أن يعملوا جواز سفر جديد وألا يظهر أنهم دخلوا إلى إسبانيا وتجاوزوا المدة المطلوبة؟ والجواب هنا طبعاً لا، لأن التسوية الجماعية لسنة 2026 مصممة خصيصاً للمهاجرين الغير النظاميين مهما كانت طريقة دخولهم، جواً، بحراً، أرضاً، المهم أن تستوفي الشروط الأساسية
التسوية التواجد قبل 31 دجنبر 2025 مع إثبات 5 أشهر إقامة عبر إمبادرونامينتو أو فواتر أو تقارير طبية بغض النظر عن طريقة الدخول أو تجاوز المدة. فالسلطات تتحقق من قواعد بيانات شنغن الإلكترونية وليس الختم فقط. في تسوية 2005 نجح أكثر من 400 ألف دخلوا بالتأشيرة ثم تجاوزوا مدة الإقامة بجوازات فيها أختام واضحة من تسوية أوضاعهم. فهذا السؤال هو الأكثر تكراراً: أي نوع من السوابق يقصيني؟ فأخطرهم هم السوابق الجنائية، فالرفض يكون 100%. فالسرقة حتى لو كانت سرقة بسيطة حكم عليك فيها، العنف الأسري، الضرب والجرح، المخدرات، أي خناقة وصلت للمحكمة، التزوير، الاحتيال، أي حكم سجن فعلي تجاوز 6 أشهر. أما السوابق البسيطة مثل عدم دفع الإيجار، مشاكل إدارية، جنحة صغيرة مدفوعة، فهذا الأمر لا يسبب أي مشاكل. لكن ما يجب التأكد منه هو أن التسوية الجماعية تشترط خلو السجل الجنائي في إسبانيا زائد بلد الأصل أي المغرب أو الجزائر أو تونس. لكن ماذا لو قدمت طلب التسوية وتم رفضه؟ هل سيتم ترحيلي؟ فالجواب طبعاً لا. إن تقديم طلب التسوية الجماعية يوفر لك حماية فورية من الترحيل طيلة فترة دراسة الملف، إذ ينص المرسوم الملكي على تعليق أوامر الطرد الإدارية تلقائياً بمجرد تسجيل الطلب رسمياً في مكاتب الأجانب. وهذا الشرط أساسي في جميع التسويات الاستثنائية السابقة كعامي 2000 و2005، حيث حصل على 90% من المتقدمين على هذه الحماية المؤقتة حتى لو رفضت طلباتهم لاحقاً. وعادة ما تمنح مهلة 20 أو 30 يوماً للطعن في القرار أو تصحيح الأخطاء مثل نقص وثائق الإقامة دون ترحيل فوري. والخطر الوحيد يكمن في وجود أمر طرد لأسباب أمن قومي أو جريمة جسيمة مثبتة كالإرهاب، تجارة في المخدرات الكبرى أو العنف الخطير، إذ لا تؤثر التسوية على هذه الحالات الاستثنائية أصلاً. أما الرفض الناتج عن نقص وثائق أو سوابق بسيطة فيعود بك إلى وضعك السابق مع إمكانية إعادة تقديم إذا فتح الباب من جديد. فالتقديم أمن تماماً ما لم يكن ملفك يتضمن جرائم خطيرة منذ البداية. فهناك سؤال رأيته يقول: أنا طالب لجوء مرفوض أو طلبي معلق، لم يتم الرد علي لا بالرفض ولا بالقبول، هل أستطيع أن أقدم طلب في التسوية؟ فالجواب طبعاً نعم. يمكنك تقديم في التسوية الجماعية سواء كان طلب اللجوء مرفوضاً أو معلقاً، لأن المرسوم الملكي الاستثنائي يشمل جميع المهاجرين الغير النظاميين بغض النظر عن الوضعية القانونية السابقة. وطلب اللجوء المرفوض يعتبر وضعية غير نظامية تماماً مثل حارقي الفيزا أو الداخلين بحراً أو جواً، فلا حاجة لسحب ملف اللجوء مسبقاً، بل يسمح بالتحول المباشر من طلب اللجوء إلى طالب تسوية دون إجراءات إضافية. والاستثناء الوحيد هو إذا كان طلب اللجوء مرتبطاً بتهديد أمني مثبت أو جريمة خطيرة تمنع الاستفادة من التسوية أصلاً. ففي النهاية التسوية أفضل خيار من اللجوء، لأنها تمنح إقامة وعمل فوري بدلاً من انتظار لسنوات في اللجوء مع عدم ضمان القبول. لكن ماذا سيحدث في حال الرفض؟ فالرفض هنا لا يعني بالضرورة نهاية الطريق، لأن أسباب الرفض تختلف. فقد يكون الرفض شكلياً بسبب نقص وثيقة أو ضعف إثبات، وقد يكون جوهرياً مرتبطاً بشرط غير مستوفي، وفي بعض الحالات يظل الطعن أو إعادة التقديم ممكناً ضمن الآجال القانونية. لكن الأخطر هو الرفض الناتج عن معلومات غير صحيحة أو تضليل المتعمد أو التزوير، لأن هذا النوع من القرارات قد يغلق الباب نهائياً. ولهذا فإن ما يحدث بعد التقديم لا يعتمد على الحظ بل على قوة الملف من البداية. هل يمكنني جمع الوثائق بنفسي أو من الأحسن توكيل محامي؟ يمكنك جمع وثائق التسوية الجماعية بنفسك بسهولة تامة إذا كنت تفهم الإسبانية الأساسية، حيث تتضمن الإجراءات الحصول على شهادة الإقامة البلدية مجاناً وفواتير الكهرباء أو الماء أو الهاتف باسمك، وتقرير طبي في مركز الصحة، وشهادة السجل الجنائي من الشرطة الإسبانية والقنصلية المغربية. وهذا الخيار لا يكلف سوى تكاليف التنقل، لكن توكيل
توكيل محامي متخصص في الهجرة أفضل بكثير، لأنه يرفع نسبة القبول إلى 95% مقابل 70% عند تقديم الذاتي، ويصحح الأخطاء قبل التسليم، ويتابع الملف إذا طلبت وثائق إضافية، ويطعن في حال الرفض خلال المهلة القانونية 20 يوماً، ويحميك قانونياً من أي تعقيدات. لذا فنصيحة مني لكم هي البدء بجمع الوثائق ذاتياً ثم توكيل محامي لتقديم النهائي لضمان أعلى فرص النجاح. هل لابد من توفير عقود عمل رسمية؟ فليس من الضروري توفير عقود عمل رسمية للاستفادة من التسوية الجماعية لعام 2026، إذ تعد هذه التسوية استثنائية ومختلفة عن الإجراءات العادية مثل الإقامة الاجتماعية المهنية التي تشترط عقداً عملياً. فالمتطلبات الوحيدة هي التواجد داخل إسبانيا قبل 31 دجنبر من عام 2025، وإثبات إقامة فعلية لمدة 5 أشهر على الأقل من خلال شهادة الإقامة البلدية أو فواتر الخدمات أو التقارير الطبية، مع خلو السجل الجنائي من الجرائم الخطيرة دون أي ارتباط بالعمل أو توفير العقود. ذلك لأن نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي يعملون حالياً في الاقتصاد الغير الرسمي، وتهدف التسوية إلى تحويلهم إلى عمال قانونيين بعد القبول لا قبله، حيث يمنح المستفيدون تصريح إقامة وعمل عام يسمح بالانخراط في أي قطاع مثل الزراعة، البناء، الضيافة مع أي صاحب عمل في إسبانيا. وهذا التمييز الأساسي هو ما يجعلها تسوية جماعية غير مقيدة بعقود فردية.